هنا نقلت لنا من رأي الجماهير حول أزمة تذاكر مباراة السودان. قبل ذلك الكاف كانت أو الفيفا كانت قالت على أنه كل التذاكر في المنصة الرقمية قد بيعت بالنسبة لمباريات الجزائر. يبدو بأننا أمام أزمة كبيرة هناك. ما الذي يحدث؟ نعم زميلي حكيم، ظن أنه مشكل التذاكر بدأ منذ مدة قبل انطلاق كأس أفريقيا، بما أنه الجماهير الجزائرية، الكثير من الجماهير الجزائرية لم يسعفها الحظ للدخول واقتناء تذكرة، سواء المباراة الأولى أمام السودان أو المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، فيما كانت هناك بعض السهولة في المباراة الثالثة لغينيا الاستوائية، وهو ما استقيناه منذ وصولنا إلى هنا، بما أنه الكثير من الأنصار الذين حلوا هنا لمتابعة المنتخب الوطني خلال المواجهة الأولى أمام منتخب السودان لم يسعفهم الحظ في اقتناء تذاكر، رغم أنه كان فيه مساحة كبيرة في المدرجات لدخول الأنصار المنتخب الوطني. كان فيه تدخل من طرف رئيس الفاف ووزير الرياضة وليد صادي مع الكاف من أجل إعادة فتح المنصة للسمح للأنصار باقتناء تذاكر، لكن المنصة حقيقة فتحت، لكن حسب ما استقينا اليوم من الأنصار أن الدخول إليها صعب، واقتناء تذكرة المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو أصعب. بطبيعة الحال اليوم الأنصار متواجدون هنا بالرباط لمتابعة المنتخب الوطني في المباراة الثانية، يجدون مشكلة في اقتناء تذاكر، الكل يبحث عن تذكرة أمام فندق المنتخب الوطني. نظن هذا شوش نوعا ما على تركيز عناصر المنتخب الوطني. ننتظر حل بخصوص هذا الأمر، رغم أنه بالأمس كانت هناك أيضا معلومة أنه تم فتح منصة تذاكر لاقتناء تذاكر مباراة بوركينا فاسو، لكن نفس الشيء، نفس المشكل بالنسبة لأنصار المنتخب الوطني الذين يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء تذاكر عكس البقية. طيب، عكس البقية، هذا ما أردت سؤالك عنه في سؤالي الثاني. هل المشكل مطروح للجماهير، جماهير المنتخبات الأخرى، أم أن الأمر فقط مع الجماهير الجزائرية حتى أفهم ونفهم الجمهور الكريم؟ بطبيعة الحال نظن أنه منصة المنتخب الوطني أو تذاكر المنتخب الوطني فيه صعوبة للدخول، بما أنه لم نلتقي أنصار المنتخبات الأخرى، لكن هو ما استقيناه من أنصار المنتخب الوطني الذين يجدون صعوبة في اقتناء تذاكر المنتخب الوطني الجزائري. لكن كانت فيه في اليوم الأول والثاني فيه ربما نقولوا أفضلية بالنسبة لبعض الأنصار، وبعض المباريات أين تم السماح للأنصار بالدخول من دون تذاكر، لا نعرف لماذا، لكن نظن أنه هذا شيء لم يحدث مع المنتخب الوطني. لكن في مباراة السودان بين الشوطين كانت هناك إمكانية لبعض الأنصار للدخول لمتابعة المنتخب الوطني، في انتظار حل هذا المشكل الذي أصبح يؤرق المئات من الأنصار المتواجدين هنا لمتابعة المنتخب الوطني خلال اللقاء الثاني أمام بوركينا فاسو، في انتظار ما سيحدث خلال اللقاء الأخير أمام غينيا الاستوائية. طيب، أعود إليك لمباراة الأمس. حالة من الفرحة، من السعادة لدى اللاعبين، الحصة التدريبية لدى الجماهير هناك، فوز يخلينا مرتاحين قبل مواجهة بوركينا فاسو الأحد المقبل، صحيح؟ بطبيعة الحال الفوز بثلاثية وفي المباراة الأولى بتألق رياض محرز، نظن الكل كان سعيد بالأمس خلال المواجهة. مواجهة كانت ربما مفتاح الانطلاق في هذه الكاس، بما أنه كانت لدينا عقدة المواجهات الأولى وعقدة الدورتين السابقتين بعد أن خرجنا من دورتين سابقتين عقب التتويج بكاس أفريقيا 2019. نظن الأمس كانت انطلاقة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي حقق 3 نقاط وبثلاث علامات كاملة، كان فيها تألق القائد رياض محرز الذي سجل ثنائية بطبيعة الحال، إلى جانب الوافد الصغير إلى الخضر مازا الذي تألق بدوره بعد دخوله مباشرة. نظن تشكيلة بالأمس كانت مثالية رغم بعض النقائص التي شاهدناها خاصة في محور الدفاع، نتمنى تدارك ذلك الأمر، إضافة إلى بعض اللاعبين الذين لم يتألقوا خلال الشوط الثاني وهو الشوط الأول، هو ما جعل بيتكوفيتش يجري بعض التغييرات في الشوط الثاني والتي أدت إلى تحسن المردود، خاصة
خاصة بعد دخول مازا، إضافة إلى حاج موسى الذي عوض بامتياز القائد رياض محرز. بولبين الذي بدوره خلق العديد من الفرص وكان قريب من التهديف في أولى مبارياته في كأس أفريقيا. أشكرك بلال جزيل الشكر. يبدو بأنك كنت متعود يحمل الميكروفون باليد الأخرى، هذه اليد إشارة لأشياء أخرى. يعجبني الخاتم اللي واضعه حتى تكون. شكرا جزيلا. أشكرك دائما متألقا وسعيد دائما بتواصلك. دائما معنا، نلقاك غدا بإذن الله. حاول تكون معنا. نعم رجعوا لي بلال. نعم تفضل. رجعوا لي بلال. بخصوص معزوزي هو غائب لكن اسمه حاضر. حاضر بقوة. حاضر بقوة معزوز. تحياتي لكل الجماهير، معزوز وأيضا براي وغازي، تحياتي لك. أريدك أن تكون معي دائما في البرنامج حتى نعرف أكثر تفاصيل. أنت واجهتنا وأنت صورتنا هناك في الرباط. أشكرك جزيل الشكر.